السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. انا عارفة بقى ان انا متأخرة جدا في تنزيل الفيديوهات، بس بجد الفترة اللي فاتت دي كنت مضغوطة جدا. بصوا حرفيا كده انا ما كنتش بقعد الا خلاص وقت النوم طول النهار كده، ما زي النحلة كده ما بقعدش. كان الشقة بقى بعملها، واختي كانت بتوضب عندها الشقة يعني. كنت بروح اساعدها في حاجات، وبنخرج مثلا تشتري حاجات للشقة وكده. وانا برضو كنت بخرج اشتري حاجات يعني لرمضان ولبس العيد، وانتوا عارفين يعني بقى ايه الحاجات دي كلها. بجد والله ما كنتش بقعد، عشان كده كنتش بعرف يعني. كنت مصورة الفيديوهات بس ما كانش في وقت منتجها اصلا ولا اسجل عليها الصوت، سامحوني بقى. كنت نفسي بصراحة السنة دي انزل لكم الفيديوهات بدري، عشان الفرش يعني وكده، لو حد عايز ياخد افكار من حاجة او كده، بس يعني ما حصلش نصيب الحمد لله. السنة الجاية بقى ان شاء الله لو كان ليا عمر باذن الله، احاول باذن الله اسجل لكم يعني ايه، انزل لكم الفيديوهات بدري. بصوا بقى انا ايه النهارده. بصوا الفيديو بتاع النهارده ده المفروض اصلا كان هيبقى متقسم على فيديوهين. فيديو بتاع السجاد ده، وعملت المطبخ والتلاجة، وفيديو كان بتاع المسح والفرش كمان. كان هيبقوا 3 فيديوهات يعني. بصوا كان الفيديو طويل جدا، انا قعدت يعني اقصر لكم فيه وامسح مقاطع كتير منه يعني على قد ما اقدر. آه النهارده بقى هنعمل مع بعض السجاجيد والمطبخ وهمسح الشقة وهفرشها معاكم. وباذن الله بقى اصور لكم جولة بعد الفيديو ده وانزلها لكم على طول. وفي فيديو برضو بتاع تفريزات كده عاملاه انزلهولكوا، وبعدين ايه بقى نبتدي ننزل الفيديوهات بتاعه رمضان. معلش بقى سامحوني ان انا ايه يعني الفيديوهات نزلتها لكم متأخر. بصوا بقى اول حاجة هنعملها كده، اغسل السجاد. بصوا بقى السجادة اللي تحتها دي بتاعه ايكيا، بعد ما غسلتها وتعبت فيها وكان فيها حتة بايظة كده يعني محروقة، بنتي كانت حاطة عليها ال طاسة الكريب دي، كانت حطاها عليها وهي سخنة في حتة كده ايه في الجنب كده من قدام، اتحرقت. فقلت اوديها سرفلها، يقص يعني الحتة البايظة دي ويسرفلها. بعد ما وديتها واتعملت، وانا راجعة بيها كنت واخدة يعني الشنطة بجيب فيها الخضار وكده وحطاه فوقيها. فللأسف وقعت بقى في الشارع. بصي دوبك وقعت، مشيت ايه كام خطوة كده، وببص ما لقيتهاش. رجعت عشان اجيبها، الحمد لله ما لقيتهاش، حد يعني لقاها وخدها. زعلت بصراحة عليها جدا، بس قلت يعني الحمد لله يعني ممكن حاجة زي كده بتفادي حاجة تاني اكبر، الحمد لله. للأسف بقى ايه شايفين بعد ما غسلتها والله فضلت اغسل فيها كتير. تعرفين اللون الابيض ومطبخ مع بعض يعني ايه، كان متبقع يعني وكده، فضلت ادعك فيها كتير. بصوا خليتها نضيفة كانت بتبرق كده. يلا الحمد لله، ماليش نصيب فيها. بصوا انا بقى كملت بقية السجاد كده عشان ما اطولش عليكم يعني، وابتدي دلوقتي اعمل المطبخ. بصوا بقى ايه، الستيكر الفوم الحجري ده
يعني لو بتخافوا منه او حاجة بجد هقول لكم طريقة ليه. هو اكيد يعني بيلزق كده شوية على الحيط، هقول لكم تعملوا فيه ايه. بصوا بقى انا بشيله كده الاول، وطبعا بيكون فيه حاجات لازقة كده على الحيطة. بصوا كنت الاول برش عليها اللي هو باور بتاع ماي واي. طبعا في ناس كتير ما تعرفوش، وانا بصراحة المرة دي يعني دورت عليه مش لاقيه خالص. مش عارفة مبقاش بينزل ليه كنت بيبقى موجود يعني في محلات المنظفات وكده، بس سألت كذا محل مش لاقياه. فبقيت متضايقة جدا وعايزة اعمل المطبخ ومتعطلة عشانه. قلت اجرب ايه الفري على كلور. بجد ما شاء الله الحاجات اللي بتكون لازقة دي يعني ترش وسيبوه شوية، يا دوبك هتمشوا عليها بالمعلقة كده واي حاجة تلاقيه بيقع على طول. بصوا انا عينته كده الاول زي ما انتوا شايفين، وفي حاجات لازقة اهي على الحيطة. رشيت عليها بقى الفيل على كلور ده وسبتها شوية. بصوا بالمعلقة كده والله يا دوبك بمشي عليه كده، ولو بايدي كمان هتلاقوها وقعت. جبت لكم بقى حل اهو اي حد عنده ستيكر يعني ومدوخ ومش عارف يفك. جربوا بقى الطريقه اللي بقولكوا عليها دي وان شاء الله تدعولي. بس خلي بالكوا عشان في نوعين ستيكر بيكون في كثافه تقريبا 6 ملي و8 ملي او 4 و6، يعني هو في كثافتين. انتوا خليكوا طبعا في الكثافه العاليه، كل ما يكون كثافتها اعلى كل طبعا ما تكون احسن. عشان انا في نوع كنت جايباه من العتبه اللي حاطه جوه عند الركن ده، بصوا معفن معفن. اول مره اجيب نوع ويبقى لازق على الحيطه كده مش راضي يتشال. جربت معاه كل حاجه الفري وعملت بالسكينه ومفيش حاجه نافعه معاه خالص، وكان معلم في الحيطه. صراحه كنت متضايقه جدا، بس يعني قلت اعمل ايه خالص. جربت معاه كذا مره ومش راضي، فجبت ستيكر تاني ورحت حاطاه عليه. بقى زي ما بقول لكم كده هاتوا اللي هو كثافته عاليه. بص انا كنت كملت بقيه الستيكر شلته كده زي ما انتوا شفتوا وايه، وبقيت ارش عليه فيري واعمل مكانه. دلوقتي بقى عند الارفف بتاعه التلاجة دي كده كلها اغسلها. غسلتهم كلهم كده والمنظمات بتاعه الادراج، ورحت غسل التلاجة بقى ورصهم فيها تاني. بس انا ما صورتهاش واغسلها عشان بره في الصاله يعني اللمبه بايظه، وبصراحه بنسى جبت اخر مره اللوند كانت بايظه عندي في الشقه، ونسيت بتاعه الصاله دي خالص. انت بقى الارفف والارفف بتاعه باب التلاجة ديت، وابتدي ايه اغسلهم كده واحطهم يتصفوا قبل ما اعمل التلاجة يعني، ورحت رصاهم تاني. بصوا انا قاعده بسجل لكم الصوت كده وايه وعماله انام على نفسي والله. بس قلت لا لازم انزل الفيديو ده النهارده وانزل كمان التاني بكره بعديه على طول. الفيديو بتاع التفريزات وبتاع الجوله في الشقه، عشان ابتدي بقى انزل لكم الفيديوهات بتاعه رمضان. مصور لكم فيديو النهارده وانا بحضر للسحور، ان شاء الله ابقى انزله لكم. ومصوره برضو ايه حاجات كده من الفيديو يعني تحضيرات كده بتاعه الفطار باذن الله. برضو ابقى انزله لكم. والله في كذا فيديو كانوا متصورين، بس للاسف بقى الوقت مفيش وقت خالص. طبعا انتوا عارفين يعني كلنا ست بيوت كده وعارفين الايام دي بتبقى زحمه ازاي. بجيب بقى لبس العيد لبناتي والابن يعني، باذن الله اخلص بس كده اقفل يعني واوريكم اللبس كله مع بعض ان شاء الله. بصوا الاسعار غاليه نار، كل اللبس غالي جدا جدا بجد. ربنا يرحمنا برحمته. اللبس السنه دي نزل غالي قوي. السنه اللي فاتت كان غالي برضو بس بصراحه مش بالمنظر ده. بصوا يا حبيبي خلصت الارفف بتاعه التلاجة ورحت ماسكه كمان الشفاط، كنت رشه عليه شويه فري على كلور وسايبه برضو، وبعدين غسلت اهو بقى زي الفل. ابتدي دلوقتي اغسل علب التوابل دي، كان فيهم توابل فضيتهم في اكياس كده وقلت عشان اغسلهم بالمره وانا بعمل المطبخ. اغسلهم كده والزرع برضو امسحه، قصدي اغسله عشان ايه يكون يعني غسلت كل الحاجه اللي في المطبخ. انا الحيطه كمان اللي ورا البوتاجاز عملتها بس ما صورتهاش. انا زي ما قلت لكم يعني فضلت امسح كده قد ما اقدر. الفيديو انا كنت وانا بمنتجه كان داخل في ال3 ساعات.
بصوا بقى ايه، غسلت علب التوابل ودي العلب بتاعت ايكيا اللي بحط فيهم الزرع، وغسلت الزرع طبعا الزرع والحاجات دي كلها، وعلب التوابل برضو انا غسلتهم، وفضلت حطاهم في الصفايه كده لحد ما خلصت المطبخ يعني وانا بفرش بقى يعني حطيتهم تاني. دلوقتي بقى ارش الحواويل بتاعه البوتاجاز دي بالمنظف بتاع البوتاجازات، كنت جايباه من هايبر. حطيت كده الحوامل على بعض، وابتديت ارش عليها كده، سيبتهم بس 5 دقايق، وفضلت اغسل فيهم بقى بالسلكة. وبرضو غسلت البوتاجاز كده من فوق ورجعتهم عليه تاني، وال والبتاعة دي، الشبكة بتاعة الفرن اللي بتكون في النص كده. خلاص بقى كنت خلصت المطبخ، وبصوا الاستيكر اللي بقولكوا عليه البتاع بقى لازقه فيه من ورا، ما خدتش بالي الا وانا بمنتج الفيديو كده. دلوقتي انا قعدت على الارض بقى اخر ما تعبت، قعدت كده وفضلت افك فيه بجد، حرفيا قعدت ساعة افك فيه. النوع ده بصوا معفن، بس طبعا هو ملوش اسم ولا حاجة. هو زي ما بقولكوا هاتوا الكثافة اللي هي العالية، تقريبا 8 ملي او 6 ملي، دي بتبقى حلوة يعني. حتى لو سابت اثر بسيط زي في المطبخ كده، برش عليه فيل على كلور كده او باورز لو موجودة عندكم، وبتنضف على طول. لكن دي بصوا عملت فيها البدع، مش راضية تطلع بالسكينة وبالفيل بالكلور، مش نافع معاه اي حاجة خالص. دلوقتي بقى ابتدي امسح الشقة كده جوه، اعمل الحيطان. بصوا برش عليها فيل اهوت، وقعدت اعمل بالسكينة برضه مش راضي ينضف، فرحت سايباه بقى. بصراحة كنت تعبت يعني ساعة بهشيل فيه، وحوالي ساعة عمالة بكحت فيه كده بالسكينة عشان تنضف، ومش راضي، مش نافع معاه اي حاجة خالص. الحيطان بقى ابتديت كده بالمية زيت، كنت حاطة فيها شوية فري وشوية مسحوق، وبالمقشة بقى كده والايد المقشة يعني عين العصاية بتاعتها، باخد الايد كده بقى اعمل بيها الحيطان، وبعدين ارجع اشطف. بيخلي بقى الحيطان والشبابيك والحاجات دي نضيفة قشطة كده. بس شطفتهم بقى وايه، ابتدي الم المية دي واعمل الغرفة التانية. الغرفة التانية للأسف لقيت مقطع اتمسح، يعني ايه ما كملتش بقية الأوضة معاكم. يعني مسحتها عادي زي دي كده على الحيطان، ومسحت يعني الأرض نشفتها وخلاص كده. طبعا الديكور بقى والحاجات دي وانا بفرش معاكم. لميت بقى المية اهو كده زي ما انتوا شايفين. رحت بقى الغرفة التانية دي بتاعة الركنة، ابتدي ازعف البيت النور ده كله كده داير ما يدور، والحيطان برضو لو في اي حاجة اشيلها. مسحت كده البيت النور كله، وبرضو عامله من الناحية التانية كده. الفجر هو بيداني يا حبايبي، ابتدينا خلاص اول يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين يا رب. ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه يا رب، ويجعله ايه يعني رمضان كده فتحة خير عليكم، وتحققوا الامنيات والاحلام اللي بتتمنوا بيها يا رب. اللهم امين يا رب. بصوا بقى رحت الغرفة ديت، للأسف المقطع زي ما بقولكوا اتمسح، يدوبك كنستي كده بس، ولسه انصح اول جزء فراح في المقطع يعني بقيته كده لقيته اتمسح. التليفون اصلا مجنني عشان مصوره فيديوهات كتير على التليفون، وما كنتش نزلتهم برضو، كان في فيديوهات اكل وكده اللي قبل التنظيفات بتاعه رمضان دي خالص، ما كنتش لسه نزلتهم برضو، فعليه بقى فيديوهات مقاطع كتير، عشان كده بقى كل شويه عمال يفصل. بصوا بقى ده الاستيكر اللي هو الماربل ده، اللي حط على الرخامه، حراري هو. قطعت منه كده الاول ايه اجزاء كده لحد يعني على قد
الوزرة ديت، هي كانت 5 سنتي وطولها تقريبا 12 متر او حاجة. قطعت بقى للوزر الاول وركبته، وبعدين قطعت للرخام نفسه، وابتدي بقى بأي حاجة كده ياخد منه ويدخلها على جوه. بص يا حبيبي، وتركيبه سهل خالص اهو، مجرد بس بشد الورقة من تحت وبايدي كده على طول. انا كنت محضره الفيزا على اساس اعمل بيها، بس بصراحه محتاجهاش، بقيت بايدي كده على طول اضغط عليه، بيكون بقى متساوي جدا زي ما انتوا شايفينه كده. بجد قد شكل المطبخ حلو قوي قوي. جايبه بقى للظهر ستيكر كده، يعني عامل زي الخشبي كده، جبته برضه ركبته في المطبخ، اوريكم شكله دلوقتي عامل ازاي. اهو ده كده. بصوا بقى، انت بتمسكوا الفرخ ده يعني كده على بعضه، وطبعا لو الحيطة عندكم كلها متساوية هتركبوا على طول زي عندي. هتقيسوا بقى الاول وتقصوا كده زي ما انا بعمل، تقصوا على قد الحيطة وهتركبوها على طول. بجد بيقعد ما شاء الله. انا اللي لسه شايلاه، اللي كنت شايلاه معاكم الابيض ده، كان بقاله سنة. وبغسله بقى عادي يعني زي الحيطان كده بتاعة المطبخ السيراميك. بصوا ركبت كده كده كنت ركبت الاستيكر يعني، وقلت اخش افرش جوه، وبعدين اخش المطبخ بقى احط الديكورات بتاعته كده. بجد الشقة خدت وقت كبير جدا في الفرش. انا الستارة دي لوحدي قعدت افك فيها تيجي نص ساعة، غير الستارة التانية اللي ليلة النجوم هعلقها برضو خدت وقت كبير جدا. حاجات بقى اللي هي متربطة ديت، وعمال ما فكيتها بقى وبقوا متلخفين في بعض، وكل شوية اسلكهم من بعض، تعبوني جدا. بصوا بقى، دي ستارة نور اللي انا كنت جايباها موريها لكم. بجد مديه شكل للستارة تحفة. شغلها بقى حطها من ورا، والستارة قدام جايبة ستارة قماش كده خفيف كده زي الشيفون، بس اسمه كتان. بجد حلو جدا يا بنات. انا جايباها حطها لوحدها هنا عند الركن الارضي دي، ومخليه شكل الاوضه تحفه مع الستاره بقى اللي بتلون. بجد الاتنين مع بعض حلوين جدا. هي دي الستاره اللي بقولكوا عليها، انا جبتها وديتها بس للخياطه، قفلت لي بس الاجناب وعملت لي مكان كده اتخر فيه الماسوره بس كده. وابتديت بركبها، بس كنت الف عليها فرع النور كده لقيته مش هينفع، فايه عملت ايه بقى، حطيته لفيته هو على ستاره على ماسوره لوحدي. بص انا عماله الخبط في الكلام، انا عماله انام اصلا وانا بسجل لكم الصوت. بقى زي ما قلت لكم بقى، لفيت جبت، كان عندي انا ماسورتين، جبت واحده لفيت عليها ستاره النور دي وعلقتها، والماسوره التانية حطيت فيها الستاره اللي انا لسه جايباها وعلقتها قدامها زي ما انتم شايفين بقى. طبعا هوريكم بقى الشقه بالتفصيل في الجوله، الشكل كده العام بتاعها. جد المطبخ الحاجات اللي جبتها له خليته قمر كده قمر. بجد يعني كنت شاريها الحاجات اللي انا وريتها لكم فيديو المشتريات دي، طبعا كنت جايباها على كذا مره زي ما قلت لكم. بس ما بتجيبوا حاجه بصراحه بتروح ايه من عليكم، يعني كل ما يعجبكم حاجه كده هاتوها. حد مثلا هتفرشها يكونوا خلصتوا الحاجات بتاعتكم اللي انتوا عايزينها، كده هتستنوا عشان تنزلوا تجيبوا حاجات كده مع بعض مبلغ، لا مش هتعرفوا، كل حاجه غاليه بصراحه. ابتديت بقى احط دلوقتي القعده العربي ديت، وجايبه لها حوزه بقى حلوه قوي، اوريها لكم دلوقتي. هي اسود في جولد كده، جت شكلها حلو قوي، رسمتها اللي هي الفيرزاتشي. افرشها دلوقتي مع الغرفه. بجد الستاره والحوزه اللي جبتهم جداد غيروا الشكل جدا. اهي بصوا هي شكلها عامل ازاي. بعد ما فرشتها بقى لقيت ستيكر كده بيكون مكتوب عليه الاسم، فرحت لفها الناحيه التانية.
بصوا بقى شايفين شكلها عامل ازاي. انا ما كنتش موريها لكم يعني، انا جبتها بعد ما كنت مصوره لكم فيديو المشترى، كنت في العتبة يعني وجبتها. بس روحت بقى على الغرفة التانية، تيجي اول حاجة كده اركب الستاير، اخلص منها كده الستاير اول حاجة، وبعدين اعمل الركنة، نفض كده الركنة واركب الكشنات اللي انا جايباها. كنت جايبة من العتبة اشكال كوشنز كده اوريلكوا دلوقتي، يا يكون 2 كيس كوشنز كده مع بعض ومعاهم رانر، او صدر رانر اهو. جبتها فيها ازرق كده والوان، قلت يعني غير عن اللي عندي بتوع السنة اللي فاتت، اللي انا مركباهم معاهم دول بتوع السنة اللي فاتت، هما دول يعتبر نفس الخامة بس الشكل بس اللي مختلف. ركبت بقى الاكياس كده زي ما انتوا شايفين، دول هم بتوع السنة اللي فاتت اللي انا بركب فيهم دلوقتي برضو، هما واللي فيهم جولد دول ما كنتش هحط دول، بس قلت هحطهم يعني عشان يكون جايبه الفانوس لونه جولد، واللي بيتحط على الترابيزه واللي متعلق برضو، يعني قلت عشان الالوان كلها تبقى ماتشنج كده مع بعض. عشان دلوقتي بس الركنه كده وانفض تحتها. طبعا الحاجات دي انا كنت شايلاها كلها وغسلاها، الحاجات بتاعه الركنه المنت دي كلها كنت شايلاها وغسلاها وركبتهم تاني. كان جايلنا يعني ضيوف، فرحت مركبه الاكياس بسرعه كده وظبطت الركن عشان قلت يبقى نضيفه يعني، مينفعش حد يجي وتكون الدنيا مقلوبة على بعض كده. ابتدي بقى احط كده الكوشنات عليها. طبعا اللي اوريكم بقى كل حاجة بالتفصيل في الجولة. اخلص بقى الغرفة دي واخش على المطبخ. يعني اكتر حاجة بصراحة خد معايا وقت، لو شوفوا الوقت اللي انا قعدت فيه قد ايه، يعني هتقولوا والله يكون في عونها. انا من الساعة حوالي 10 بالليل لحد الساعة 10 الصبح، من الساعة قول 12 كده او حاجة للساعة 10 تاني يوم وانا عمال افرش في الشقة. الحاجات اللي زي ما بقولكوا ستارة النور والستارات الهلال والنجوم دي خدت وقت كبير على ما ركبتها، ولا التانية اللي انا مخليها للفواح. بس حطيت الرنر كده، ما شكله ما عجبنيش بصراحة، قلت لا انزله عادي وارجع احط كرومية من عليه تبقى ظاهرة اوي. بصوا بقى حطيت الصينية ديت الاول بصراحة، حسيت ان هي المراية احسن، وخدت دي دخلتها جوه في المطبخ، حطيتها على ترابيزة المطبخ عند الركنة هنا، اللي هو بيبقى معمول بخيوط المكرمية دي، كانت شكله حلو قوي. بصوا كنت جايبة معاه فرع البيبي لايت ده، هرجع احطه دلوقتي في الفانوس، بجد اداله شكل حلو قوي. كنت جايبة 2 مع المكرمية عشان احط واحد هنا في الفانوس وواحد حطاه جوه في المطبخ. بصوا بقى ده غير شكل الفانوس واداله شكل حلو ازاي. بس كده نكون خلصنا الترابيزه حطيتها على المرايه الازاز زي ما قلت لكم، واخدت التانية دي ادخلها في المطبخ. ده بقى هو الهلال، شايفين شكله عامل ازاي. انا جبته من ارض المعارض، بصراحه شكله عجبني جدا. تقريبا كنت موريه لكم في فيديو مشتروات قبل كده، مش متذكره يعني. وحطيت بقى الاباجوره دينا ملهاش فيشه يعني، انا حطيت الركنه كده عشان يعني قلت على العيد احطها الناحيه التانية عشان الاباجوره اشغلها، لكن قلت في رمضان يعني في حاجات كتير اوي بشغلها.
انا بحب الاضاءة الصفرا ديت على طول تكون شغالة، ما بحبش الاضاءة العالية البيضة. دخلت بقى على المطبخ دلوقتي نحط الديكورات بتاعته. ازاز الزيت والخل دول كنت جايباهم بقالهم فترة كبيرة، يعني كنت جايباهم مفروض على يعني المسحة بتاعة الشتا، وكنت احطهم وانا بفرش وكده. وبعدين قلت لا، نخليهم يعني على رمضان اكون كمان جبت لهم حاجة احطهم فيها. جبت لهم بقى الصبت الخوص اللي هحطه فيه دلوقتي. عملت كده ازازة للزيت وازازة للخل. الزيت بقى وانا بفضي في الازازة يعني الدلق، مسحته كده على طول. ودلوقتي هفضي الخل بقى. الازاز ديت كان تقريبا الواحدة ب35 او 45 حاجة زي كده تقريبا يعني. بقالهم كذا شهر عندي، مش متذكرة السعر اوي. والكوستر الخشب ده المدور برضو شارياه، المربع كان عندي والكوستر الخوص كان عندي. المدور بس اللي هو الارضيف المفروض بتاع البيتزا ده، هو اللي ده اللي شارياه. وجبت بقى بتاع القمر دي، مش عارفه والله اسمها ايه، بغطا خشب كده بجد شكلها تحفة. حطيت فيها بلح بقى كده، وهحطها على الكوستر الخوص. بجد ديكور المطبخ طلع تحفة تحفة تحفة. اتمنى بقى ان كمان يكون عجبكم زي ما هو عاجبني كده. صراحة انا عجبني جدا. ده بقى ايه السلطة الخوص اللي بقولكوا عليه. احط فيه ازازة الزيت وازازة الخل وزرعة كده صغيرة كانت عندي، فشلت منها الزرع بتاعها وحطيت زرعة كده انا كنت شايلاه شرياه شبه بتاعة ايكيا اللي هي ايوه الزرعة ديت. هحطها فيها كده واحطها معاهم، واحط معاها الفرع البيبي لايت. اهو بص شايفين بقى الشكل. وده الفرع اهو البيبي لايت اللي بقولكوا عليه. حطيته بقى جوه الزرعة. ده شكل حلو جدا اهو شايفين. بينور بقى ايه 3 اضاءات كده. بس انا بصراحة بحب اللي هي الثابتة. حطيته هنا بقى، وهنا بقى ايه على الماسورة دي احط الزرعتين بتوعها. وهحط كمان في النص المج اللي كنت شارياه اللي هو رسمة رمضان ده. بس كده. والناحية التانية بعد البوتاجاز ركبت ستيكر في ظهر البوتاجاز، وكنت شارية زي علقة كده مكتوب عليها رمضان كريم، ونازل من لها هلال ونجمة وفانوس كده. وهبقى اوريها لكم يعني وانا بصور الجولة. مصورتش بصراحة الجزء اللي عند المطبخ وانا عملته انا. حطيت هنا بقى زي ما قلت لكم كده الزرعتين والمج القمر ده. شايفين شكله عامل ازاي. دي بقى فواحة كنت موريالكم في فيديو المشتريات. هحطها كده ايه في المطبخ جنبي كده يعني. اخلص بقى الاكل كده بالليل واروح مشغلاها يعني تعطل بقى الشقة. بعد ما نفطر كده ونغسل المواعين ونكنس كده ونظبط الشقة يعني اروح مشغلاه. انا بحب بصراحة المعطرات والحاجات دي جدا. هي ليها زي وصلة شاحن كده بتتوصل في الشاحن، وتحط لها بقى اي نوع معطر انت عايزاه وتشغليها. تخلي بقى الشقة ريحتها حلو جدا. وعملت كمان ستارة قمر اوريها لكم دلوقتي لشباك المطبخ. شكلها تحفة، بس للأسف كنت عاملة 2، الاتنين ما نفعوش عشان الشفاط. فبصوا هي شكلها، بس هي مش واضحة قوي كده. هوريها لكم برضو في التركيب في فيديو الجولة بإذن الله.